هو ليه حصل الطوفان العظيم؟ تعال اقول. كان في زمان 5 رجال كانوا زاهدين في عبادة ربنا، والناس كانت بتحبهم جدا، كانوا حكماء والكل كان منبهر بيهم، وهم ود وسواع ويغوص ويعوق ونسر. دايما بيعلموا الناس الخير والصلاح، لكن لما ماتوا الناس حزنوا عليهم جدا، وده جاب فكرة لابليس وتجسد بشكل انسان وقال لهم انهم يعملوا تماثيل على شكلهم عشان تفضلوا فاكرينهم، وعملوا تماثيل ليهم وبقوا يحطوها في البيوت وفي الاماكن اللي بيقعدوا فيها. ومع مرور الوقت الناس بدأت تطلب طلبات من التماثيل بحجة ان هم ناس مبروكة وكأنها وسيلة للتقرب لربنا. ومع مرور السنين الموضوع اتغير، والناس بدأت تعبد التماثيل دي نفسها ونسيت عبادة ربنا الواحد الأحد. ومن وسط الفساد والظلم اللي كان منتشر ربنا بعث نور وهو سيدنا نوح عليه السلام. وبحسب الروايات من سيدنا آدم لسيدنا نوح 10 قرون. فضل سيدنا نوح يدعي أهل بابل لعبادة الله وحده، لكنهم كانوا بيتريقوا عليه وبيسخروا منه. اتأذى سيدنا نوح عليه السلام منهم جدا، لدرجة انهم خلوا اطفالهم يرموه بالحجارة. وتمر سنين كتير